غرامات في الاهلي واحتواء في الزمالك، والقرعه تصدم اليد في بطوله العالم للناشئين. غرامات في الاهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت. فرضت اداره الكره بالنادي الاهلي غرامات ماليه على لاعبي الفريق الاول بعد التعادل 2-2 مع مودرن سبورت في الجوله الاولى للدوري المصري، في مفاجأة غير متوقعة للفريق الأحمر وبعد سلسلة التدعيمات الغير مسبوقة واللي تمت وبأرقام مالية كبيرة لم تشهدها الكرة المصرية من قبل. إدارة الكرة شافت إن الفريق فيه محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي والتونسي بن رمضان محمد شريف وغيرهم من النجوم والصفقات اللي تم التعاقد معها، وفي النهاية تكون البداية التعادل 2-2 في افتتاح الدوري وبصعوبة أمام مودرن سبورت. ده تقصير وبناء عليه توقيع غرامات مالية كبيرة على اللاعبين عشان يكون في فوقان من بدري. الزمالك يحتوي غضب نجوم الدكه بعد الفوز على سيراميكا. عبد الناصر محمد مدير الكره بالنادي الزمالك والمدير الفني البرتغالي فريرا بعد مباراه الفريق امام سيراميكا كليوباترا واللي فاز فيها 2-0 حرصوا على احتواء غضب بعض اللاعبين اللي شاركوا لوقت قصير، وكمان اللاعبين اللي كانوا على دكه البدلاء ولم يشاركوا في المباراه بعد ما ظهر علامات الاستياء والزعل على بعض اللاعبين، وده طبيعي، وده عشان اللاعبين حريصين على المشاركه اساسيه في ظل تغيير جذري جوه القايمه. محمد عواد حارس المرمى وضح عليه الزعل انه كان دك، وكمان الانجولي شيكو بانزا اللي اتغير وكان عايز يكمل، وكمان عبد الله السعيد اللي تم تغييره وكان شايف انه يقدر يكمل، والفلسطيني ادم كايد اللي شارك لوقت قصير. ولكن المدير الكره والمدير الفني عقدوا جلسات مع اللعيبه واكدوا ان الموسم طويل وده لسه اول ماتش، وكمان المدير الفني اكد للعيبه وان سعيد بسبب حزنهم وده معناه غير على الفريق والمشاركه في الانتصارات، ودي الروح اللي هو عايزها في الفريق، روح المنافسه ما بين الجميع، والافضل هو اللي هيشارك ومفيش لاعب اساسي. قرعه صادمه لناشئين منتخب مصر لكره اليد في بطوله العالم. منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنه واللي بيشارك في بطوله العالم المقامه حاليا في مصر عنده مواجهتين اصعب من بعض في الدور الرئيسي للبطوله، والمواجهه الاولى بكره الاثنين امام التشيك والمواجهه الثانيه يوم الثلاث امام الدنمارك، والمنتخب مطالب بالفوز في اللقاءين عشان يتاهل اول المجموعه ويكمل المشوار على المنافسه على الله. منتخب الناشئين كان تاهل اول المجموعه في الدور التمهيدي بعد الفوز في الثلاث مباريات اللي لعبهم امام كوريا الجنوبيه والبحرين واليابان، ورغم الفوز بالعلامه الكامله ولكن القرعه في الدور الرئيسي كانت صعبه بمواجهتين قويتين امام التشيك والدنمارك واللي من افضل منتخبات البطوله وفي العالم، والمواجهه صعبه ولكن عندنا ثقه في احفاد الفراعنه وانهم يقدروا يكملوا المشوار عشان المنافسه على لقب البطوله. منتخب السله بيتدرب في انجولا استعدادا للافرو باسكت. منتخب مصر لكره السله رجال هيتدرب النهارده في انجولا استعدادا لانطلاق نهائيات الافرو باسكت واللي هتقام خلال الفتره من 12 الى 24 اغسطس. منتخبنا في المجموعه الرابعه مع منتخبات السنغال ومالي واوغندا، ودي مجموعه صعبه، والمنتخب وصل انجولا والنهارده هيخوض مران اساسي للفريق قبل انطلاق المنافسه بعد بكره. محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر كرة السلة اختار 12 لاعب لخوض البطولة، وهم عمرو الجندي، عمر طارق، ايهاب امين، يوسف ابو شوشة، ادم موسى، ياسين نصر، باتريك جاردنر، خالد عبد الناصر، محمد طه، ابراهيم زهران، انس اسامه، واحمد ابو العلا، وتقريبا دول ابرز النجوم او اللي شايفهم المدير الفني ان هم الابرز، ونتمنى لهم التوفيق والمنافسة على اللقب. خلصنا حلقتنا النهارده، استنونا في الجديد، وما تنسوش تسيبوا رايكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهارده، رايك في مستوى الاهلي امام مودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري المصري؟